لما شيكابالا اسطوره الزملكاويه زي ما الزملكاويه بيقولوا، وهم حقهم ان هم يقولوا عليه اسطوره، لما يطلع يقول مع ابراهيم فايق انا كان نفسي ابقى مدرب، ولو كنت هبقى مدرب كنت هدرب الزمالك، بس ما كنتش هنجح بسبب الناس الكتير اللي كانت هتبقى عايزه توقعني من جوه نادي الزمالك. معنى كده ان المشكله في جوه نادي الزمالك مش في الاهلي. معنى كده انك لما بتخسر بسبب مشاكل جوه نادي الزمالك، مش عشان الاهلي نادي الدوله او الاهلي الحكام بتجامله. انت بتخسر علشان في مشاكل عندك. لما قال في نهائي افريقيا مع سان داونز 2016 عايزنا نكسب ازاي وفي 2 كانوا بيشيشوا في الاوضه قبل الماتش، معنى كده يا صديقي ان المشكله جوه النادي. يا صديقي المشكله من عندك، شوف المشكله اللي عندك وحلها. يعني السنه دي جون ادوارد انا شايفه بيبدا يحل المشاكل دي، وعشان كده قلت من قبل ما الدوري يبدا الزمالك هينافس على الدوري وهيروح افريقيا. فانا بقول ده علشان تفهموا ان المشكله من جوه مش من بره. لما تحل مشاكلك من جوه هتنجح، انما لو في حروب كتير عندك جوه عمرك ما هتنجح. هتبص للناجح وهتقول هو السبب، مش هتبص لنفسك وتقول لا ده انا عندي مشاكل. هي دي النقطه يا صديقي. سلام.